بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل عام وانتم طيبين. ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم حلاوة المولد بطريقة سهلة وبسيطة، وكوباية سكر واحدة. طلعنا ما شاء الله الكمية دي. تعالوا نشوف هنعمل ايه ونشوف المقادير. معايا هنا كوباية سكر وتلت كوباية مية، نفس المعيار اللي بتعملي بيه السكر هو نفس المعيار المية. بعد ما يغلوا هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الجلوكوز، سكر الجلوكوز او عسل الجلوكوز، ونص ليمونة. بس حاولي ما تنزليش التفل منها، هو العصير بس بتاعها كده. وهسيبهم مع بعض. هنا بقى معايا نص كيلو من السمسم، وفي طاسة وعلى النار. انا جايبة السمسم هنا ني، اللي هو السمسم الابيض مش المحمص. وهدي النار عليه وهفضل اقلب بقى فيه. تقلبي بقى فيه كده لحد بس ايدك فيه على طول، بحيث ما يتحرقش منك، عشان ما يمررش منك. تهدي النار كده وتفضلي تقلبي فيه. هو السمسم ما بياخدش وقت في التحميص، عايزاه بس ياخد لون كده بسيط. خلاص. وهنفضل بس نقلب فيه كده على طول، ايدك فيه واوعي تسعي عنه. في نفس الوقت انا حاطه السكر على النار. افضل بقى اقلب فيه كده لحد ما ياخد بس درجه كده اهو. بصوا ما شاء الله بدأ يصفر اللون معايا. وهنا السكر يا دوبك كان لسه، انا هنا كده خلاص بدأ يدي اللون الكراميل، فقلبته بس كان لسه مستويش. هرجع برضو على السمسم كده واقلب فيه واشوفه. انا بتهدي النار عليه خالص، يا اما تحطيه في الميكروويف. هنا بقى جبت صاج ودهنته ميه وحطيت فيه اكياس التلاجة، فتحتها وحطيتها، ودهنت معلقه زيت كده ورحت دهنها الاكياس كلها بحيث ما يلزقش فيه. وهنا هعمل تجربه، هاخد على حرف المعلقه كده نقطتين من العسل وهنزل بيهم في ميه ساقعه اهو. جمد معاكي بقى زي الازاز كده. خلاص هو كده خلاص استوى معايا وخد اللون الكراميلي ده. هنزل بقى بالعسل على السمسم بسرعة على قد ما تقدري وعلى مهلك، ان الحاجة بتبقى سخنة قوي وربنا يسترها علينا جميعا. هنا قلبت بسرعة، وطبعا مجهزة حاجتي وهنزل بقى في الصاج. بس لازم تقلبيه حلو بحيث السمسم يشرب من العسل كله. تحطي كده بسرعة وتروحي منزلاه. اهم حاجة السرعة معاكي. نزلي كله وتدهني بقى المعلقة بزيت، او شوفي انت هتفردي بايه. انا هنا في السمسمية الاول فردت بالمعلقة الكبيرة دي، لكن بعد كده بقى اخدت الهراسة بتاعت البطاطس، كانت سهلة واسهل من المعلقة. وهو برضو لسه سخن كده هتقطعيه، لو نشف مش هتعرفي تقطعيه. طريقة سهلة وبسيطة جدا، وفي نفس الوقت موفرة كتير معاكي. ما شاء الله رمت معايا قولي بتاع 3 كيلو، والولاد كانوا فرحانين بيها اهي. ما اتكلفتش كتير. شوفي ما شاء الله بقى سعر علبة الحلاوة قد ايه، او الكيلو بتاعها بكام النهاردة. هي ما اتكلفتش كتير معايا اهو. هسيبه بقى تحت المروحة كده يبرد، او تسيبيه في الهوا كده في المطبخ. بس انا عشان كنت مستعجلة وعايزة اخلص كله مع بعض. هنا خلاص اهو برد. التقطيع بقى اللي احنا عملناه ده نفع في كده اهي. ما شاء الله متسوية وطلع زي الفل اهو. ما شاء الله رمى معايا حبة حلوين اهو، نص كيلو. هو انا ما وزنتش، بس ما شاء الله بصوا الكمية قد ايه. اللهم بارك. يا ريت لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. كل عام وانتم بخير.
ادي هنا خلصنا السمسمية. هعمل بقى ايه الفولية معاكم برضو، بس هسرع بقى في الفيديو بحيث ايه ما ناخدش وقت كتير. هو نفس الطريقة برضو الحلة، وهجيبها هي غسلتها، وهنزل برضو بكوباية السكر وعليها تلت كوباية المية. وعايزة بقى تحطي انتي موارد، تحطي فانيليا، ماء زهر، انتي براحتك، بس انا ما حطيتش. يعني انا بحب الحاجة بطعمها كده، ما بحبش ازود لها اي روائح. انتي براحتك بقى، عايزة تزودي انتي براحتك. وطلعت ما شاء الله هشة وجميلة ومقرمشة، يعني مش ناشفة ولا فيها اي حاجة. هنا نفس الكمية اهي، وعملتها نص كيلو من السوداني. بس السوداني من جاي متحمص جاهز يا دوبك، بس انا ايه سخنته. بس لازم تسخني الحاجة بحيث ايه تبقى كلها طرية في بعضيها، ما تبقاش تلزق معاكي في الحاجة، وتفرديها على طول بقى. بس الاول برضو لازم السوداني يتشرب من العسل بحيث يبقى متماسك كله مع بعضيه، ما يبقاش مفرول معاكي. وهنزل برضو في الصاج كده مرة واحدة وهفرده. هنا بقى زي ما قلت لكم، جبت الهراسة بتاعه البطاطس ورحت دهناها بالزيت ورحت نازله عليها. طلعت جميلة وسهلة، يعني ساعدتني جامد يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مننسوش بقى اليومين دول كده بطلوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه بفك الضيقة يا رب، فكها علينا وعلى المسلمين جميعا، ويصلح حالنا وحال بلادنا يا رب. هنا بقى تقطعيه برضو قبل ما يبرد بسرعة كده، يعني هي عايز السرعة كلها معاكي، بس هو سهل جدا اهو. انزلي بقى كده تقطعي. هو السوداني يعني كان ناشف شوية عن السمسم. هبدأ كده ايه اقطعه والحق قبل ما ينشف. قطعي بقى عندك القطاعة بتاعت البسبوسة، ممكن سكينة، في ناس بتعملها بالمخرطة، بس انا استسهلت السكينة دي على طول بتاعت الخضار. يعني بامكانياتك الموجودة عندك كل حاجة بتتعمل اهو ما شاء الله. هسيبه برضو يتهوى مع نفسه. هنا خلاص بقى بعد ما نشف خالص وبرد، هبدأ بقى ايه اشيله اهو. بصوا ما شاء الله هش ازاي، ما شاء الله، ومقرمش وطلع جميل. اللهم بارك. اهو بصوا ما شاء الله. يلا اعملي كده وفرحي ولادك، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بالخير يا رب يا رب. عيد الايام باليمن والبركات على بلاد المسلمين جميعا يا رب. كل عام وانتم بخير اهو ما شاء الله. حبة برضو حلوين طلعوا. دي الفولية. اي بقى مكسرات انت عايزة تعمليها براحتك، لوز، فستق، كاجو، اللي انت عايزاه. هنا انا عملت الحمصية بنفس الطريقة برضو، وقطعتها اهي وسويتها، وهسيبها برضو تتهوى. هنا برضو بعد ما خلصت اهي الكمية كلها ما شاء الله. بصوا عاملة ازاي. اللهم بارك يا رب. يا رب يعود علينا وعلى المسلمين بكل خير واليمن يا رب والبركات. كل عام وانتم بخير يا حبايبي. متنسونيش بقى من دعواتكم وشير واللايك والاشتراك في القناة، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. كل سنة وانتم طيبين، ويصلح حالنا وحال البلاد.